السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من كام سنة جالي ولي أمر أب لبنوتة عندها 5 سنين، عايش في ألمانيا وبينزل مصر أجازات كل سنتين، وفترة قصيرة. البنت مولودة أصلا في ألمانيا. إيه المشكلة؟ المشكلة إن البنت ما بتتكلمش ألماني، ما بتتكلمش ألماني خالص رغم وجودها مولودة جوه البلد، وبتروح حضانة بشكل منتظم، ودخلت مدرسة بشكل اعتيادي، وبرضه ما بتتكلمش ألماني. فجاي يشوف فين المشكلة. عملت تقييم عام للبنت، عملنا دراسة حالة دقيقة، عملت تقييم سلوكي للبنت. البنت زي الفل ما فيهاش حاجة. قلت له خلاص، في الحالات اللي زي كده بنعمل اختبار ذكاء نطمن على مهارات الطفلة بشكل عام. عملت اختبار ذكاء للبنوتة وطلعت زي الفل ما فيهاش أي حاجة. آخر ما خلصنا كل الإجراءات، قعدت مع الأب وشرحت له إن البنت سليمة ما فيهاش حاجة خالص. طبعا ده كلام غير اللي الأب جاي مستعد يسمعه. هو جاي حاسس ان البنت فيها مشكله، ووجهوه في الحضانه ان البنت فيها مشكله. هي ما بتتفاعلش بالالماني، ما بتردش على المدرسين بتوعها، ما بتشتركش في اي نشاط ليه علاقه باللغه. هي بتسمع الكلام، يعني لو ادوها اوردر بتنفذ الاوردر بس. لكن لا، ما بتردش لا على ابوها وامها بالالماني، ولا بترد في الحضانه ولا في المدرسه ولا في اي نشاط يعني. فانا قلت له والله يا باشمهندس، البنت سليمه، واحد اتنين تلاتة. المهارات العقلية اللي تخص اللغة هي في نفس المكان في اللغة، فما عندناش جزء في المخ هنا عربي وهنا انجليزي، هنا الماني وهنا انجليزي. مفيش كده. هي مركز اللغة مركز لغة واحد. طالما اتقنت العربي هي تقدر تتقن اي لغة تانية. فليه ما اتقنتش اللغات التانية؟ احنا بشكل احترازي بنعمل اختبار الذكاء، واختبار الذكاء طلع البنت نورمال زي الفل. فاذا مش كل شكوى بتستدعي تدخل غير اعتيادي من الاخصائيين اللي هم الناس المتخصصه اللي انت رايح لهم. قال لي يعني دلوقتي مشكله البنت ايه؟ قلت له ولا حاجه، احنا هنشتغل على التحفيز ببعض الالعاب التربويه. وهو كان اب متعاون جدا لدرجه ان هو راح مكتبه متخصصه كنت قلت له عليها، وبقى بيتابعني من هناك يشتري ايه وهو مسافر. تمام، لان انا كنت سافرت المانيا قبل الوقت ده تقريبا. كان عندي معلومه ان اولا الالعاب المتخصصه هناك انا ما شفتهاش في ولا محل لعب اطفال. ثانيا الاسعار كانت غاليه جدا. وانا حتى لفت نظري ان الاسعار الالعاب نفس الالعاب الموجوده في مصر 3 و4 اضعاف هناك. فحتى لما سالت قالوا لي ان كل حاجات الاطفال في المانيا غاليه، لان يعني تقريبا انا ما شفت لهمش اطفال، يعني الاطفال عددها قليل. كل ما يخص الاطفال حتى من لبس او العاب او كده غالي جدا. فالمهم ايه، ما كانش هيلاقي الالعاب المتخصصه دي هناك. فوجهته المكان هنا يشتري كمية يعني كويسة تكفي عشان هو مسافر. تابعني وهو بيشتري، يصور لي الحاجة واقول له تمام هديه بتاع حاجات كلها. اشتغلت على فكرة الذاكرة البصرية والذاكرة السمعية والتحفيز المهاري العادي خالص. تمام. الأب ده سافر وكلمني بعد سنة تقريبا، في الأجازة اللي بعد كده، وقال لي إن هو عمل كل الإجراءات اللي أنا عملتها مع البنت هناك. قال لي أنا وديتها المتخصص، المدرسة حولوها لأن هم شايفين إنها غير طبيعية. المدرسة حولوها. وهناك أنا قلت نفس الكلام اللي قعدت أقوله معاكي. عملوا لها نفس الخطوات، قالوا لي بالظبط نفس الكلام اللي انت شرحتيه بنفس الستبس اللي احنا اتفقنا فيها سوا. عملوا لها اختبار ذكاء. قال لي في كل ده انا ما ذكرتش خالص اللي انا وديتها للمتخصص في مصر، وما وقفتش اي خطوه. قال لي انا كنت عايزه اشوف اخرتهم يعني. قال لي عايزه اشوفهم هيعملوا ايه وكل الحاجات اللي ممكن يعملوها. قال لي عملوا كل الخطوات اللي انت عملتيها بالظبط، من تقييم سلوكي، دراسه حاله، اختبار ذكاء. قال لي وفي الاخر طلع لي التقرير زي التقرير بتاعك برضو بالظبط، ان مفيش اي مشكله في مهارات الطفله العقليه، وان هم عايزين لها تحفيز مهاري فقط. شويه ويكلمني بعت لي تاني ان البنت بقت زي الفل، وخلال كام شهر لوحدها اتكلمت. ودي كان نقطة كنت عرضتها معاه وهو موجود في مصر، ان احنا دلوقتي منتظرين ان البنت تتكلم لوحدها، وان دي حالة منتشرة وبتحصل عند اطفال كتير، تأخير في بعض المهارات بدون سبب، وبعد كده ايه، الطفل بيبقى مخزن وفجأة يتكلم كويس جدا يعني، ويبقى قرد وزي الفل. قعد بقى ساعتها يشيد ان هو كان مبسوط ان احنا بنت بلدي يعني، وعمال يقول انا كنت عايزه اشوف ان المستوى ده موجود زيه في مصر، وقد ايه ان هو مبسوط بالمستوى العلمي اللي احنا فيه ومستوى الخطوات اللي بنمشيها، وان احنا الحقيقه بنمشي على نفس الخطوات العلميه. المغزى من القصه، اولا مش شرط ان انت موجود في دوله تانية ان انت تعتقد ان بره احسن من بلدك. بالعكس، وبقولها لك بعد سنين وممارسه طويله عريضه، مصر
من الدول العربية، من أشطر الدول اللي شغالة في مجال التربية الخاصة وفي مجال التربية عموما. احنا شغالين شوية كويس جدا جدا جدا، جاي زينا الأردن بيشتغلوا برضو بأداءات قوية. احنا أقوى الدول العربية. كمان الدول الأجنبية اكتشفت إن عندهم عوامل أخرى في ده، وأنا صغيرة ما كنتش فاهمة النقطة دي. وهي فكرة أولا هم هناك الجلسات المتخصصة عندهم غالية جدا، فبالتالي معظم الناس ما بتاخدهاش، فبياخدوا الحاجات العادية اللي بتعملها لهم، اللي بيغطيها التأمين أو بتقدم لها لهم الدولة. ودي حاجات تكاد تكون من معدومة لضعيفة، لضعيفة. الشغل قليل جدا 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 في مجال الاحتياجات الخاصة. وليا قصص كتير فيها تاني في ألمانيا أو في لندن أو في أمريكا أو في بلجيكا أو في إيطاليا. كل دي دول انا مارست فيها حالات بشكل مباشر، وعارفه بالظبط ايه طبيعه الشغل اللي بيحصل فيه مع الاطفال المختلفه، سواء على المستوى السلوكي او المستوى العقلي او المستوى اللغوي. احكيها لكم في فيديوهات تانية عشان ما اطولش المره دي. مغزى الفيديو ان احنا شغالين بستبس عمليه علميه جدا جدا جدا. المغزى التاني ان مش شرط كل تاخر يبقى وراه مشكله عقليه. اعمل احتياطاتك وامشي ورا كل الخطوات اللي تثبت وجود مشاكل عقليه احترازيا، لكن ده مش شرط. في عندنا تأخر لغوي غير معلوم السبب، وفي عندنا بعض المهارات اللي الطفل فيها بيتنح، وبعد شوية الموضوع بيبقى عايز بس نوع من الاستثارة، يعني أسخنه كده شوية وبعد كده هو هيدوس في طريقه لوحده. لكن trust the process، ثق في خطواتك واشتغلها، وسيب باقي الخطوات على الله. واخر حاجه، احنا ناس جامده جدا وشاطرين جدا، احنا يعني كمصريين او احنا كمجدة يعني. شكرا ليكم، مجدة عمار.